السلام عليكم يا اجمل واحلى متابعين. الرز الذهبي ده هرص عليه ايه؟ هرص عليه وراك بط. بما ان البطايه دلوقتي بقت برقم خزعبلي داخله في 500 600 جنيه، فاحنا جبنا وراك البط وحملناها على رز بسمتي زي ما انتم شايفين بالمنظر الجميل الذهبي ده. حاجه تحفه وروعه ومشرفه جدا، وكمان عجبت الاولاد قوي قوي. وطريقه سهله اي حد في الدنيا يقدر يعملها حتى لو شاب مغترب. هي حله بسيطه كده، هنحط فيها معلقه من الزيت وعلى معلقه من السمنه، ودي بصلايه مبشوره ناعمه، وفي معانا كمان جزرايه ومعانا شويه توم مهروسين ناعمين. البصلايه هنشوحها، يبقى هتشوح البصل عادي جدا في الزيت والسمنه، وهننزل معاهم بمعلقه الملح عشان تساعد ان البصلايه تتبل والميه بتاعتها تنشف. وبعد كده هنقوم نازلين بمعلقه من التوم. معلقه التوم مع البصل هيحصل تفاعل كده وهيبقى الريحه جميله جدا. تقوم نازله على طول بالجزرايه المبشوره لحد لما الجزرايه الميه اللي فيها تنشف تتشوح كمان. كل حاجه بتنزليها في الحله بتاعتك لازم تاخد تشويحه. ومعانا بقى بهارات مشكله: لومي، ورق لورا، كزبره ناشفه، بابريكا، كاري، فلفل اسود، قرنفل. هننزل بقى بالتوابل دي وتاخد تشويحه، هتطلع ريحه تحفه خطيره. ونجيب بقى الوراك بتاعه البط بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده. انا في كمان قسمت الفخاد لوحدها، وقسمت وخليت وراك كامله عشان الحله يعني عندي صغيره. وهبتدي بقى اقلب. وانا بقلب كده افتكرت ان انا نسيت احط تابل الكركم، وهحط معجون الطماطم او صلصه الطماطم معلقتين صغيرين كده، وهنزل بتابل اللي هو الكركم. وهدوم تشويحه كده بسيطه، مش هاخد اقل من نص دقيقه، مجرد بس ان الفراخ تاخد تلوينه، ما تتعبش نفسك او تتعبي نفسك في التقليب كتير. وهننزل بيه بقى ميه سخنه، اهم حاجه يا جماعه ميه سخنه عشان الموضوع يبقى سريع وتستوي معاك بسرعه. طيب، ميه سخنه هنحطها كده ونقفل عليها، هتاخد بالظبط ساعه الا ربع، وهتبقى 10 على 10 مستويه. وبطلعها قدامكم اهو زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هحطها في الصينيه بتاعتي عشان هدخلها الفرن تاخد اللون البامبي الجميل. حطيت لها لون ايه ولا اي حاجه، مجرد هي اي ماده دهنيه سواء سمنه او زيت. وهننزل بقى بكيلو من الرز البسمتي. انا يا جماعه غسله ومصفيه، وبعدين ننزل نقلب كده. طب الميه قد ايه؟ الرز البسمتي يا جماعه بياخد ميه اكتر من الرز البلدي. فانا لو كنت بقول في الرز البلدي هي عقله صباع، لا هنا خليها عقلتين، او بمعنى هناخد مثلا بتاع سنتي فوق الرز البسمتي. بقلب تقليبه كده عشان اعرف انا المقاس بتاعي مظبوط كله تمام التمام. خلاص بتاكد، وببتدي برضو زي الرز البلدي اخليه على نار عاليه، وبعدين اهدي عليه النار واسيبه لمده تلت ساعة. بعد تلت ساعة طلع زي ما انتم شايفين بالمنظر الجميل التحفة ده. وفرت طبعا ان انا بدل ما اجيب بطة ب 600 جنيه 700 جنيه 500 جنيه، لا جبت وراك عملتها بطريقة جميلة جدا عجبت الاولاد حلو قوي. تقدري تعزمي عليها اي حد، تقدري تبقى في رمضان وجبة فطار زي الفل، وبنجرنش باي فلفل الوان، اي حاجة بسيطة. انا حبيت بس اقدم لكم ازاي ناكل بط بس ما نكلفش نفسنا كتير. وجربوا الوصفه وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وكل عام وحضراتكم طيبين.